لا ينام أهل الجنة. لماذا؟ إذ لو ناموا لفات عليهم من نعيمها بمقدار نومهم. النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة. يا محمد، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون؟ قال نعم. قال فإن الذي يأكل تكون له الحاجة، فأين تكون؟ قال يكون رشحا كرشح المسك. طعام أهل الجنة ليس من جوع، وشرابهم ليس من ظمأ. ألا ترى قوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إنما الغاية هي اللذة. أنعم نعيم هو رؤية الله. إذا كانت قلوبنا تتعلق بآثار الجمال كزوجة أو بيت أو سيارة، فكيف إذا رأينا في الجنة أصل الجمال؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. إذا كانت البطائن من استبرق فما بالك بظاهرها؟ وحور عين لو أطلت على أهل الدنيا لملأت ما بين السماوات والأرض ريحا، ولاستنطقت أفواه الخلائق تسبيحا. لو أطلت لقال أهل الدنيا لا إله إلا الله. هل أهل الجنة يتذكرون الدنيا؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ليس في الجنة ليل باتفاق العلماء، فكل اليوم نهار، مع أنه لا شمس فيها، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فاكهة الجنة تتعدد طعومها وهي من ذات الغصن، يعني تأكل الرمانة اليوم فيكون لها طعما، ثم تأكل أختها فيكون لها طعما آخر، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال الحبيب الفردوس أعلى الجنة وأوسطها، فكيف يكون أوسط وأعلى في نفس الحال؟ الجنة على هيئة القبة، والفردوس هي رأس القبة. من المستحيلات كأس شفاف من فضة، أما في الجنة فجمع الله المتضادين، وأكواب كانت قوارير أي شفافة، قوارير من فضة قدروها تقديرا، وهذا من كمال الجمال. هل ملابس الجنة تخلق خلقا أم تنسج نسجا؟ هذا السؤال سأله أعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم، قال بل تتشقق عنها ثمار الجنة. رزقنا الله وإياكم تلك الجنة.